السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو سنكشف لكم عن الأسعار الجديدة للصندوق الجزائرية. قبل البدء فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كشف موقع أوتوبيب المختص في أخبار السيارات نقلا عن مصادر مسؤولة من شركة رونو الجزائر عن أسعار سيارة داسيا سانديرو ستيبواي المركبة في مصنعها المتواجد في وهران. وكشف موقع أوتوبيب أن هذه السيارة تخص السيارات التي سيتم تجميعها بشكل مؤقت بعد عودة نشاط مصنع رونو بعد تسريح القطع والتجهيزات اللازمة لإتمام عملية إنتاج حوالي 1000 سيارة فقط، ما يعني أن التوفر سيكون محدودا جدا إلى شبه منعدم. وأكد ذات الموقع أن داسيا سانديرو ستيبواي ستتوفر بنسخة واحدة تتمثل في التيكرود، والتي يمكن اقتناؤها بمحرك بنزين MP 1.6 بقوة 80 حصانا، إما بمحرك ديزل 1.5 دي سي بقوة 85 حصان. هذه الأخيرة تأتي بأضواء أمامية LED، عجلة فولاذية بقياس 15 إنش، قيادة معززة، عجلة قيادة من الجلد، ونوافذ كهربائية، مكيف هواء يدوي، 4 وسائد هوائية، ونظام ABS و USB، وغيرها من المواصفات التي يمكنكم الاطلاع عليها في الموقع. أما بخصوص الأسعار فهي كالتالي: سيارة داسيا سانديرو بمحرك بنزين MP سعة 1.6 لتر نسخة تيكرود الأساسية 282 مليون عوض 253 مليون. نسخة تيكرويد زائد حزمة تجهيزات 293 عوض 265.